السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده طبق كشري، وبتمنى من كل الناس بقى اللي بتحب الكشري ما تنساش تحط لايك للفيديو. اشكركم جدا. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. عندي نوعين من المكرونه المقصوصه اللي هي الصغيره، والمكرونه الاسباجيتي، وعندي العدس بتاعي. انا بنقعه ساعه في ميه سخنه وبغطيه عشان هو كده يعتبر خد نص سوا، وهنكمل وهنديله يعني غلو على النار بس كمان، وهنطفي عليه عشان ما يبقاش مهري معانا قوي. وعندي هنا البصل مقطعاه جوليان رفيع كده بالطول كده بالشكل ده، بس انا بفضل البصل الابيض مع الكشري، مش بحب البصل الاحمر عشان ده بيبقى افضل. عندي هنا الحمص بتاعي سلقاه. عندي طماطم. طبعا التوابل بتاعتنا والحاجات بتاعتنا بتاعت الكشري بتبقى كتير شويه. خل والنشا دي انا هستخدمها، هحطها على البصل مع شويه ملح، فلفل، كزبره، كمون، شطه وليمون وتوم وصلصه. هنقول لكم بقى هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعملها هنحط النشا على البصل وهنقلبهم مع بعض، وهنحط عليهم شويه من الملح وهنقلبهم مع بعض وهنحمرهم في الزيت. بس يا ريت ما تحمريش البصله قوي عشان ما تديكيش مراره في الاكل، تخلي لونها فاتح كده، لونها ذهبي حلو كده عشان تطلع مقرمشه وحلوه معاكي. هننزل بالبصله نحمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحمره كله. انا عامله بصل كتير عشان انا ولادي بيحبوا البصل كتير في الكشري. هنحمره بقى كله. وعندي الميه تحت غليت، هنزل بالمكرونه. بسم الله. على بالي البصله بتاعتي ما تحمر هنبتدي نعمل الرز بشعريه. بس ما تحمريش الشعريه قوي، ما تخليش لونها غامق قوي عشان يبقى الرز يبقى لونه حلو كده فاتح. كده الشعريه لونها بقى حلو. هنزل بقى بالرز، انا غسلاه. نقلبه كده تقليبه كويسه. هنحط معلقه ملح، شويه من الفلفل، وهحط مكعب من الماجي، ونحط له الميه بتاعته. بسم الله. هنبتدي بقى نعمل الصلصه بتاعه الكشري. عندي معلقتين كبار من الثوم، اول ما تبتدي تصفر معانا التومه لازم ننزل بالطماطم على طول، ما تحرقيش التومه. انا كده نقلت الرز الناحيه التانية، والبصل عندي ابتدى يحمر خلاص، ياخد اللون اللي انا عايزاه الذهبي. عندك بوتاجاز 4 شعله 5 شعله، حطي كل حاجه على عين عشان تخلصي كل حاجه في وقت واحد، كل حاجه تستوي في نفس الوقت، ما تستنيش لما الحاجه تستوي وتشيليها وتحطي غيرها. كده التومه عندي ابتدت تصفر. هنزل بالطماطم، وهنحط التوابل بتاعتنا. هنحط شويه ملح، شويه فلفل، شويه من الكزبره، وشويه كمون، وهحط على الصلصه برضو مكعب من الماجي. تتسبك شويه وحاجه حاطه الصلصه، هضيف عليها الصلصه. هنضيف الصلصه بتاعتنا
وهنحط شويه من الزيت اللي احنا حمرنا بيه البصل، هنحطه على الصلصه عشان بيديه طعم حلو. كده لون البصل بتاعنا حلو معانا كده، خلاص انا هطفي عليه، هشيله بقى كده. نعمل بقى الدقه بتاعت الكشري. هنحط كوبايه ميه، انا كده حطيت كوبايه ميه. هنحط معلقه كبيره من الثوم، وهنضيف على كوبايه الميه نص كوبايه من الخل، وهنحط ليمون. عندي طبعا هنا بقى نحط الملح والكمون والكزبره، شويه من الكزبره وسنه من الفلفل الاسود، وهنقلبهم كده مع بعض. لو حابه بقى تحطي فلفل اخضر حامي مطحون على الدقه ماشي زي ما تحبي، بس انا عشان طبعا ولادي هتبقى حراقه قوي عليهم، انا بعملها كده بس بالطريقه دي. كده خلاص الدقه كده جاهزه معانا. هنبتدي نعمل الشطه بتاعت الكشري. انا مش بحب اعملها بشطه بس خام، لا انا هحط صلصه، هضيف صلصه مع الشطه. هنجيب معلقه من الزيت من مكان تحمير البصل، وهحط عليها معلقه من الصلصه اللي انا سبكتها بتاعت الكشري، طبعا الصلصه فيها ملحها وفيها التوابل بتاعتها وكل حاجه. هضيف عليها معلقه من الشطه بالنسبه للناس اللي بتحب الشطه، مش كتير بقى، وهنقلبهم كده مع بعض. كده يبقى احنا عملنا صلصه، وكده عملنا الايه الشطه بتاعت الكشري. شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله، تقيله وحلوه. عايزين تخففوها شويه عن كده خففوها، مفيش اي مشكله. عندي المكرونه بتاعتي اتسلقت وصفيتها، وحطيتها بقى في شويه زيت كده ذره، وهنحط على رشه ملح ورشه فلفل. انا بحب اطعم كل حاجه بشويه ملح وشويه فلفل، ما بعتمدش على الصلصه بس عشان تبقى طعمها حلو ومظبوط معانا. كده بقى ابتدت كل حاجه تجهز معانا. المكرونه بتاعتي خلاص جهزتها، والعدس خلاص كده تمام مفرفر اهو زي ما انتم شايفينه. لما بيتنقع شويه قبلها بيبقى حلو جدا. والرز عندي خلاص اتشرب وقطيت عليه طفيت عليه. هنبتدي بقى نغرف مع بعض، وهوريكم بقى الفينش بتاع الكشري. كده حبايبي احنا غرفنا الكشري بتاعنا معانا. شايفين بقى البصله بتاعتي، سامعين الصوت؟ بسم الله ما شاء الله زي ما انا عايزاها بالظبط. هنزينها بقى بالبصل كده. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم. بشكر كل الناس اللي بتتابعني، ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه. بشكركم جدا. ممكن نحط شويه صلصه بقى كده. انا حاطه هنا صلصه، وطبعا دي الدقه بتاعتنا والشطه. دي كانت وصفه النهارده، عملنا طبق كشري. اتمنى يا رب يكون نال اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.